بيبدأ فيلم النهارده مع أليس اللي بتحكي عن شغلها مع شركة أمبريلا إنها رئيسة قسم الحماية في الخلية، وهو مختبر لتجربة البحوث البيولوجية. وحكت عن اللي حصل إن التي فيروس صاب الناس اللي شغالين واتصابوا كلهم بالعدوى اللي خلتهم موتى أحياء زومبي يعني، ومسكوا مات ومسكوها كمان، والظاهر إنهم هيعملوا عليهم تجارب. ده كله كان في الجزء الأول، ولو ما شفتش الجزء الأول هحط لك رابط الفيديو في الوصف، اتفرج عليه في الأول. وبدأ الفيلم عادي جدا والدنيا حلوة، وعند مدخل الخلية راحت بعثة للاستكشاف، ولما الباب اتفتح خرجت كل حاجة جوه وطلعت بره الخلية، والدنيا اتقلبت وبدأت عمليات إخلة من المدينة للناس المهمين، ومنهم واحد اسمه الدكتور أشفورد اللي كانت بنته في المدرسة، وقالوا له هنجيبها، بس العربية اللي بتنقلها عربية خبطتها واتقلب. وبعد شوية بدأت المعجنة وبدأت الناس تتحول لزومبي ويعضوا في بعض. ودخلت واحدة للقسم اسمها فالنتاين، قعدت تقتل المصابين وقالت لهم إنها ماشية من البلد دي. وفاقت أليس لقت نفسها معمول لها عملية، ولما خرجت لقت الدنيا كلها فاضية، وشركة أمبريلا عملوا كوردون للمدينة ومحدش يخرج منها إلا من عند الجسر عشان يفحصوه. ولما تحول واحد منهم قفلوا المعبر وحبسوا الناس في المدينة، وبدأ الجيش ينزل جنود يقتلوا المصابين، وكانت مأساة كبيرة، كل الناس متحولة لزومبي. والمسؤول عن شركة أمبريلا بيكلم الدكتور أشفورد، بس الدكتور أشفورد قال له أنا مش همشي غير لما تيجي بنتي. لما سابوا المسؤول بدأ يبص في الكاميرات عن حد ناجي، وشاف أليس في الكاميرات اللي غيرت لبسها وخدت حقنة لأنها افتكرت إنهم ادوها فيروس تي. وشاف كمان فالنتاين وصاحبها ومعاهم واحدة تاني. دخلوا كنيسة، ولما دخلوا لقوا كائنات غريبة، وكالت واحد كان موجود في الكنيسة، ضربوا عليه نار لحد اسلحتهم ما خلصت. وفجاه نطت أليس بموتوسيكل وقتلت الكائن ده بالموتوسيكل وخلصت على الباقي. وظهر 3 من الجيش بيقتلوا المصابين، والبلد كلها متحولين. فلما ما لقوش فايده جريوا استخبوا وطلبوا هليكوبتر. وخرجت أليس واللي معاها مشوا في المقابر، وعرفتهم أليس انها كانت بتشتغل في أمبريلا. ولما شافت صاحب فالنتاين مصاب كانت هتقتله، وقفتها صاحبته وقالت لها لو تحول انا هتخلص منه بايدي. وطلع الميتين من الارض وبداوا يضربوا فيهم حتى الميتين صحيوا. ومسؤول أمبريلا طلب منهم تفعيل برنامج نيمسيس، وكان في فرقه من الجيش في مبنى جالهم واحد ناجي وانقذوه، ولسه بيكلموه ظهر برنامج نيمسيس، كائن حي وحش، والقناص ضربه كام طلقه، ولما شافوا الكائن ده وجه عليه صاروخ وفجره، والجنود خدوا اماكنهم وبداوا يضربوه بالنار. راح الكائن مسك سلاحه وموتهم كلهم، ولما راح للناجي رمى سلاحه من ايده فسابه ومشي. وأليس واللي معاها ماشيين رن تليفون عمومي، وردت عليه أليس. طلع الدكتور أشفورد وقال لها انا هخرجكم من المدينه بس تجيبوا انجي بنتي من المدرسه. وابتدوا المهمه لان أمبريلا هتضرب صاروخ نووي عند شروق الشمس عشان تتخلص من الموضوع كله. وهم ماشيين ظهر برنامج نيمسيس وقتل صاحب فالنتاين، وقالت لهم اهربوا، واشتبكت هي معاه ونطت من فوق الجسر وطحنوا بعض، بس اسلحته كانت اكتر فاستخبت وهربت منه باعجوبه. وفالنتاين وصاحبتها ماشيين بالعربيه وقفهم الناجي اللي محدش عاوز يقتله وخدوه معاهم، وقال لهم ان اسمه ال جي. ولما وصلوا للمدرسه وطلبت فالنتاين انهم يتفرقوا ويدوروا على انجي، وظهر جندي وحمى ال جي من زومبي. واضح ان الدكتور اشفورد كلمهم كمان. والصحفيه شافت بنت افتكرتها انجي، طلعت مصابه واتلمت عليها هي واصحابها وكلوها. وظهرت فالنتاين ولقت انجي وخدتها ومشيوا، وطلعوا عليهم زومبي وكلاب زومبي كمان، وهاجمها واحد منهم ووقعت على الارض ومسدسها وقع منها كمان. فظهر جندي اسمه نيكولاي وانقذهم، ونط عليه كلب وحاول يقتله، لقى كلب تاني وقطعوه. جريت فالنتاين وانجي وطلع عليهم كلاب، فتحت الغاز وطلعت من المكان ورمت كبريت مولع بس طفى. وهنا ظهرت أليس ورمت سيجاره كانت مولعاها وانفجر المكان بعد ما حمت انجي. ولما شافت انجي قالت انها مصابه وكمان معاها مضاد الفيروس. وكانت القصه كلها ان انجي كانت مشلوله، فابوها اكتشف فيروس تي عشان يعالجها، والشركه خدته منه. وجي ال جي والجندي معاه ومشوا كلهم، وكلمهم الدكتور اشفورد وقال لهم في هليكوبتر قدامها 45 دقيقه وتوصل، وفيها عساكر لحمايتها، وهتكون عند مجلس المدينه. واكتشف المسؤول عن امبريلا اللي بيعمله الدكتور اشفورد، وخد منه اللابتوب بتاعه وحجزه كمان. وبدات تسجل أليس القصه على الكاميرا عشان يدوها للاعلام. ولما وصلوا للهليكوبتر بداوا يتخلصوا من الحراسه، وبدات أليس تنزل من المبنى بالحبل، وبدات تتخلص من الحراس الباقيين، وقعدت تضرب فيهم لحد ما خلصت عليهم كلهم. وركبوا الهليكوبتر وحاولوا يطيروا بيها، بس طلع لهم المسؤول عن امبريلا ومسك انجي وربطهم كلهم. وجي كمان برنامج نيمسيس واشفورد اللي حضن بنته. والمسؤول طلب من أليس انها تواجه برنامج نيمسيس اللي طلع مات، وعملوا له عمليه. أليس رفضت طبعا، فضرب المسؤول اشفورد برصاصه وهدد بقتل انجي. وافقت فورا وابتدت المعركه، وقعدوا يطحنوا في بعض، بس الواضح ان أليس متفوقه وسريعه كمان. ومسك مات حديده، فالمسؤول اداها سلاح زيه وكملوا ضرب. وشافت أليس حديده في العمود فضربت مات لحد ما دخلت في ظهره، وساعتها قعدت تعيط وتضرب فيه بايديها وهي زعلانه قوي. وقال لها المسؤول اقضي عليه. رفضت طبعا، وهو كمل ان مات ده عمليه تطور فاشله ومش زيك انت، اقتليه وتعالي معايا. رفضت برضه، وطبعا مات سمع كل حاجه، طلع نفسه من الحديده ومسك الرشاش بتاعه، ولما قال له اقتلها بدا يقتل في العساكر، وساعدته أليس، والباقيين فكوا
نفسهم وانضموا للمعركة، وبلغوا المسؤول ان التفجير هيتم كمان 5 دقايق. فطلع الهليكوبتر لقى LG وضربوا بوكس، ووصلوا طيارتين هليكوبتر وبيضربوا على أليس اللي طلعت تجري وعملت حركة ماتريكس وقتلت 3 جنود. وهليكوبتر وقفت قدامها فلحقها مات، فجر الهليكوبتر واتصاب هو كمان، واتصابت أليس ومات. ركبوا الهليكوبتر والزومبي بيطاردوهم، ومسكوا المسؤول ورموه من الطيارة للزومبي، وطارت الهليكوبتر وانفجر الصاروخ ودمر المدينة كلها. ودخلت ماسورة كبيرة في بطن أليس وهي بتحمي إنجي، وقعت طيارتهم. وكان في فريق لقوا أليس وخدوها معاهم، واتذاع في الأخبار كل اللي في الكاميرا للإعلام عن شركة أمبريلا واللي هي بتعمله. وبعد أسابيع ظهر مدير الفريق اللي خد أليس وكلم أليس وقال لها أنت مش فاكرة حاجة؟ كانت مش فاكرة حاجة خالص. بعدها بشوية افتكرت كل حاجة وبدأت تضرب في الدكاترة وطلعت من المكان. وهي خارجة بصت للكاميرا وموتت اللي كان بيراقب، وانا مش عارف عملتها ازاي. وطلعت لقت الشرطة في انتظارها، خدتها فالنتاين والجندي اللي معاها، وصلوا البوابة وقال لهم الدكتور سيبوهم. فعل برنامج أليس، وانا مش عارف يعني ايه. انتهى فيلم النهارده يا شباب، يا رب تكونوا استمتعتوا بالقصة. اشترك في القناة لانك لسه ما اشتركتش برضه، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.